نبقى في القاهرة وللحصول على المزيد من التحليل ينضم إلينا الدكتور جمال سلامة أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. أهلا بك دكتور على شاشة الغد. أريد أن أبدأ معك من هذه أو من القمتين اللتين انعقدتا في القاهرة، القمة المصرية الفرنسية ومن بعدها القمة المصرية الفرنسية الأردنية. برأيكم يعني إلى أي مدى يمكن أن تحرك هذه القمم وفي هذا التوقيت عملية وقف إطلاق النار وعملية التفاوض على وقف إطلاق النار في قطاع غزة؟ أهلا بك وأهلا بمشاهدي قناة الغد. يعني بالطبع نحن نتحدث عن جهود مصرية في سبيل تنفيذ خطة وقف إطلاق النار التي يعني بقى انتهت أو جمدت، وبعد كان من المفترض أن تبدأ المرحلة الثانية من الخطة في مارس الماضي، لكن استؤنف القتال واستؤنف العدوان الإسرائيلي على القطاع. مصر بتحاول بصفتها الراعي الأساسي لوقف إطلاق النار، وأيضا الراعي الأساسي للقضية الفلسطينية ليس فقط منذ 7 أكتوبر، منذ سنوات عديدة حتى يومنا هذا. لكن بتأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة، يعني محاولة لإيجاد حل ضمن، طبعا هي بتأتي في إطار يعني محاور متعددة، منها محاور اقتصادية ومحاور استراتيجية، لكن تم التباحث بشأن الأوضاع في غزة وبشأن الأوضاع في فلسطين بصفة عامة، وثم بعد ذلك تبعاتها قمة ثانية بحضور الملك الأردن عبد الله الثاني. لكن يعني دعني أذكرك أن هناك تزامن مع هذه القمة زيارة من قبل نتنياهو إلى واشنطن أيضا للحصول على مزيد من الدعم من ترامب والاستئناس بالمواقف الترامبية بشأن ما يحدث في غزة. فبالتالي نحن أمام موقف معقد لن تثنيه قمة، سواء كانت قمة ثنائية أو قمة ثلاثية في القاهرة. عظيم. طيب دكتور جمال، بالانتقال إلى واشنطن، هنالك أيضا لقاء مرتقب ولكن ما بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وأيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ربما أود أن أسأل حضرتك حول رؤيتك لهذا اللقاء، وهل بالفعل سوف تمارس ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية هذه المرة على الجانب الإسرائيلي للجلوس والتفاوض للتوصل إلى وقف لإطلاق النار؟ لا أعتقد ذلك. هناك تماهي بين الموقفين الأمريكي والإسرائيلي، وفي الأسبوع الماضي أيضا صرح، يعني أعاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حديثه بشأن الجحيم الذي سوف ينتظر غزة وينتظر حماس إذا لم تفرج عن الرهائن. فبالتالي عن أي انفراجة في الموقف، يعني منذ بداية مارس حتى اليوم، يعني أكثر من شهر وأسبوع، لم يحدث نوع من الانفراجة، لم يحدث يعني حلحلة في الموقف الإسرائيلي بشأن غزة. العدوان مستمر ومتزايد على غزة. هناك وقف تام لدخول المساعدات الذي كان من المترقب أن تتزايد في بداية مارس. كان أيضا في نهاية مارس من المفترض أن يكون هناك الانسحاب الإسرائيلي قد تم من غزة. فبالتالي عن أي موقف يمكن أن يحدث انفراج. أنا أعتقد طبعا أن نتنياهو سوف يزيد من غلوائه في العدوان على غزة، ولا سيما أيضا نحن يعني هناك يعني متغير جديد دخل في المعادلة الإسرائيلية أو في معادلة الأعمال العدائية الإسرائيلية، هو وصول أو عودة بن غفير مرة أخرى إلى الحكم أو إلى الكابينت. وبالتالي بن غفير كان قد علق
يعني استقالته باستئناف الأعمال العدائية ضد غزة. فبالتالي أنا أعتقد طبعا لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نتصور أن نتنياهو سوف يعود مرة أخرى ويستقيل مرة ثانية بن غفير إلى من الكابينت. أعتقد طبعا أن التصعيد هو عنوان المرحلة الحالية في القطاع. عظيم. طيب دكتور جمال، بالرغم من هذا التصعيد وكما ذكرتم أنه هو عنوان المرحلة الحالية في القطاع، هذا التصعيد يشمل توسع في نطاق العمليات العسكرية على الأرض بل واحتلال بعض المناطق، كما ذكر وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي بأنه سوف يتم السيطرة على مناطق شاسعة في قطاع غزة وضمها إلى ما يسمى بالمناطق الآمنة لإسرائيل. ربما هذا يعيدنا إلى نقطة الصفر إذا ما استؤنفت عملية التفاوض. يعني عملية التفاوض قد تستغرق إذا قبلت إسرائيل بهذه التفاوض. الكرة الآن في ملعب إسرائيل وملعب الولايات المتحدة، سوف تستغرق مزيد من الوقت. وفي نفس الوقت يعني التفاوض إذا كان حتى التفاوض مستمر فهو العدوان مستمر أيضا. يعني نحن شاهدنا في المراحل السابقة كان بيتم تفاوض، وخلال فترة التفاوض كان إسرائيل لا يعني تكف أيديها عن العدوان من القطاع. وبالتالي أيضا تجميد دخول المساعدات إلى غزة أيضا هو يعني بيستمر في خلال فترة التفاوض. يعني فترة التفاوض ليست فترة مريحة بالنسبة للفلسطينيين أو بالنسبة للغزاويين. بالأمس صرح إتمار بن غفير أنه قال أنه لن تمر حبة قمح واحدة إلى القطاع، يعني بمعنى هذا أنه موت وخراب ديار يعني. أشكرك شكرا جزيلا لك دكتور جمال سلامة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس. شكرا.